بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم. كتير قوي بيسالوني منظم الحفلات بيعمل ايه في رمضان؟ هل بيقعد مفيش شغل، مفيش حفلات، مفيش خطوبات؟ طيب، هقول لكم بقى بنعمل ايه احنا في رمضان. اول حاجه او قبل رمضان بحاجه بسيطه، مثلا الاسبوع اللي قبل رمضان بالظبط، اول حاجه بنعملها محلات كتير قوي بتبقى محتاجه ديكورات رمضان. طبعا عملت معاكم فيديو كامل عن ديكورات رمضان، فممكن ترجعوا له وتشوفوا ازاي عملت الديكور ده، عشان ناس كتير قوي بيطلب منها وما بتبقاش عارفه تعمل ايه في المحلات. محلات ممكن تعمل خيمه، الاشكال اللي هي المثلثات بتاعه رمضان دي، ممكن تكتب الاسم بالبالون، نعمل افكار كتيره جدا، فوانيس بقى وديكورات، يعني كتير جدا. ده اول حاجه مطلوبه مننا. فمهم جدا قبل رمضان باسبوع يكون عندنا خلفيه، لو اي حد او اي عميل سالنا نقدر نعمل كده، او كمان ممكن كمان نتواصل احنا مع الناس او المحلات ونعرض عليهم الشغل ده. طيب، حاجه تانية لو احنا عايزين نشتغل فيها، آه التيشيرتات رمضان، الفوانيس بتاعت رمضان كمان. يعني احنا التيشيرتات دي بقى ده كده حوار ومشروع لوحده، هكلمكم عنه في فيديو منفصل. نقدر بسهولة جدا ننفذ التيشيرتات دي ونعرضها للبيع، فبتبقى مشروع كده بسيط جنب التنظيم الحفلات، او يعتبر في قسم الهاند ميد، بس هو ممكن يبقى حد لو عايز يتخصص فيه يبقى مشروع لوحده. تمام، يبقى احنا ممكن نعملها، هنفذها معاكم، هنفذ معاكم فيديو كده لوحده. هقول لكم كمان ازاي التيشيرت ده كمان بينور، يعني نقدر نستخدم فيه نور، يبقى زي ووتر بروف يتغسل، وفي نفس الوقت بيبقى من الهدايا الحلوة قوي واللي بتستخدمها ناس كتير قوي، بتستخدمها في رمضان، هدايا يعني بتتوزع. غير كده كمان البوكسات بتاعة رمضان، بوكسات رمضان نقدر نحط فيها إذا كان مصحف، إذا كان سبحة إلكترونية أو سبحة عادية، إذا كان أي شخصية كرتونية نقدر نضيفها. طبعا أي فانوس إذا كان هاند ميد أو إذا كان خشب، أفكار كتيرة جدا. نقدر طبعا نعمل بوكس مراسيل بوردة بسيطة، نقدر يعني الأفكار أو يعني دي برضو كده زي ما بنقول بتبقى أكنه مشروع لوحده منفصل، مشروع الهدايا. كل الفكرة نقدر ان احنا طبعا نتخصص في كل حاجة لوحدها، بس لو انتوا مش لاقيين حاجة تعملوها في رمضان فنقدر بسهولة جدا ننفذ الفكرة دي، اللي هو بتعرضوا بوكسات، بتنفذوها بوكسات رمضان وبتحطوا عليها مثلا مكسب، حاجة بسيطة خالص، بتعملوها من البيت ويبقى سهل جدا ليكم. وعلى مدار ما انا بتكلم وبحاول اقول لكم يعني ايه المشاريع التانية، هتلاقوني بقول لكم او بفكركم ان انا على مدار السنين اللي فاتت او السنه اللي فاتت واللي قبلها، انا عملت حاجات كتير، عندي بلاي ليست كامله لرمضان، فانتم ممكن تشوفوها، هحاول انزل لكم اللينك بتاعها. عملت برضو البوكس ده اللي حولته من بوكس عادي لبوكس خياميه، نقدر برضو نضيف فيه، فده برضو مشروع لوحده. قدرنا ان احنا نعمل ديكور كامل لرمضان في البيت. طبعا عارفه يعني ناس كتير قوي نفذت الحاجه زي كده، بس آه الفيديوهات دي ناس كتير قوي ما شافتهاش، فانا حبيت ان انا برضو اعرفكم انا عملت كل ده في رمضان كديكورات. طبعا الفيديو قديم بس بقى يعني شوفوا، هتلاقوا بلاي ليست كامله لرمضان يعني وكده. تمام، فهتلاقوا بقى حاجات كتير قوي عن رمضان، شوفوها وهتلاقوا اسمها مكتوب عندكم. ابحثوا بس عنها واكتبوا مي الليسي تحته او جنبه في السيرش هتلاقوها، او هحاول اعمل لكم اللينك بتاعها كله في صندوق الوصف. كمان انا عملت الفانوس ده بالسلك، لو انتوا فاكرين السلك استخدمناه في حاجات كتيره قوي، وبنستخدمه احنا كهاند ميد او منظمين حفلات كتير جدا، وانا عملته معاكم من الاول للاخر. طبعا ده كان من فتره، الفيديو قديم جدا، ويعني ممكن يكون الكاميرا ما كانش احسن حاجه، بس قدرت ان انا انفذها. طيب، عايزه اقول لكم برضو حاجه مهمه جدا مهمه جدا في المشاريع اللي نقدر نعملها في رمضان. يعني الفانوس ده لوحده كده ممكن تعملوه وتنفذه في البيت، الفوانيس دي وتبيعوها. طيب، انت هتعملي يا مي بالسلك ده وكده؟ لا، في ناس بتبيع، لو نزلتوا العتبة في حدادين بيبيعوا الهيكل بتاع الفانوس جاهز. انتوا بس هتعملوه بالخيامية، بقماش الخيامية، تشتروا قماش الخيامية وتشتروا الهيكل وتلزقوه زي ما انا عملت كده، هيبقى اسهل لكم. لو عايزين توفروا اعملوه بالسلك ده. برضو كنت عامله كده فيديو يعني بالورق، كانت حاجه برضو كانت فكره مجنونه قوي، كان طالع ترند ساعتها، بس عملناها وكانت شكلها حلو. ممكن برضو لو انت اب او ام عايزين تعملوها كده في البيت لولادكم، حاجه كده تشاركوها مع بعض، تمام.
طبعا مهم جدا في رمضان ان احنا نعمل كورنر كده مخصص لرمضان، وكنت عملته برضو معاكم كورنر ده. الكورنر ده ممكن تستفادوا منه تعملوه كديكور دائم، والديكور في رمضان وتبقوا تشيلوه تاني وتحطوه براحتكم. بس حبيت برضو اقول لكم الفكرة دي. مهم جدا مهم جدا 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 في رمضان يا جماعة يكون عندكم خلفية عن كل انواع الفوانيس. شفتوا يعني المعموله بالسلك، المعموله بالخياميه، اللي معموله بالقماش، اللي معموله ايه يا ربي عايزه اقول لكم، بالكرتون. فافكار كتيره جدا تتعمل. شوف برضو ده كان شكل تاني عملته معاكم. افكار كتيره قوي بتتعمل. اذا كنتوا انتوا يعني من البسيط او من الصفر زي ما بيقولوا، من كتاب قدرنا نعمل فانوس، من كرتون قدرنا نعمل حاجه شكلها حلو جدا، من كرتون تاني عملنا حاجة كبيرة، من سلك عندنا عملنا بيه. فالفوانيس أشكال وأنواع، ويعني وبرضو الديكورات دي أنا عملتها معاكم قبل كده. طيب، من المشاريع برضو أو أكتر وقت بيتباع فيها الطارات. عارفين طارات الهاند ميد؟ ممكن كمان نقدر نعملها برمضان، حاجة عن رمضان كريم. ممكن كمان نقص الكلام رمضان كريم ليزر، بيتباع يتقص ليزر باللون بقى، بخشب جولد، بسيلفر، باسود. يعني دي طارة ممكن كمان يتباع وتحطوه في اكياس على اساس ان هو يتباع ويتحط على الحيطان بالحجم اللي انتوا عايزينه. ممكن كمان تعملوا ديكورات في البيت. تمام، انا قلت لكم بقى ديكورات المطاعم والديكورات مطاعم، ديكورات فنادق، ديكورات يا مي. ديكورات ايه تاني يا مي هقول لكم. عموما كافيهات بقى والحاجات دي كلها، كله يندرج نفس الفكره. طيب، التجمعات العائليه نقدر نستفاد منها ازاي؟ طيب، اول حاجه يكون عندنا يعني ارقام فراشه. الفراشه نقدر نستغلها باننا نعمل ايه، نعمل شغل منها ازاي يا مي في رمضان. التجمعات العائليه في رمضان بتبقى بتندرج، يعني بتبقى في مثلا عائلات بتعمل حفله كبيره او تجمع عائلي كبير جدا بتحتاج فراشه. تمام، ده برضو تبع الهاند ميد او تبع تنظيم الحفلات. الفراشه دي نقدر نستغلها ان احنا هنفرش مكان من اول من A to Z زي ما بيقولوا، من الاول للاخر. هنفرش سفره كبيره، هنفرش كراسي فراشه حسب بقى العدد، هنفرش سرفيس بقى كامل طباق. وده كله تبع الديكور. في ناس كمان بتعمل بقى ديكور خياميه كامل في المكان. ايه مثلا لو فيلا، لو مطعم، لا مش مطعم، احنا بقى نندرج على عائلات، بيت كبير فبيعملوها. وفي ناس بتعملها بره، يعني الناس بتعمل الكلام ده في مطاعم كبيره، او في مثلا في مكان مفتوح، في نادي، في الحاجات دي كلها. فبتحتاج بقى الفراشه دي بتعمل ديكور. الناس بتعمل كمان ديكورات على فكره بلالين، انتوا متخيلين؟ وديكورات بقى بالباك دروب كده بقى باشكال الخياميه واشكال رمضان بقى، نقدر نكتب هلال، نعمل رمضان كريم، الكلام ده. انا هنا بس كنت عايزه اوريكم ان انا كمان عملت حاجات للعيد، توزيعات العيد، لو انتوا فاكرينها روحوا شوفوها. البوكيه ده، فاكرين بوكيه العيديه اللي انا عملته برضو؟ عايزينكم تشوفوه. انا مش عايزه بس اعيد الفيديوهات تاني وانزلها على الفاضي والمليان واكررها، لا انا عايزه اعمل فيديوهات جديده ومختلفه. فانا بس مش عايزه، ما نزلتش الفتره اللي فاتت فيديوهات على رمضان عشان انا عامله اصلا اوريدي رمضان، فعايزه انزل لكم الفتره الجايه. دي الشياله طبعا انتوا عارفينها. لكن عايزه انزل لكم الفتره الجايه مشاريع عمليه، يعني مشروع كذا بكل تفاصيله بقى. يعني مثلا مشروع زي مشروع التيشيرتات ده هكلمكم عنه بتفاصيله، هكلمكم محتاجين ايه، هكلمكم كمان عن التغليف، هكلمكم عن التسعير، هكلمكم عن كل مشروع نقدر نجيب الخامات منين ونقدر نعمل ايه فيه، وهنحتاج ايه خامات. هنحاول كده مع بعض نمشي بالتدريج. لو حد عايز يخرج من بند الهاند ميد او بند تنظيم الحفلات، فنقدر او هو عايز يعمل شغل من البيت، بيبقى الموضوع اسهل بكتير. فهحاول الفتره الجايه اعمل لكم الافكار دي. فيا ريت بس تتابعوني، تفعلوا الجرس لو انتوا اول مره تشوفوني. ويا ريت تشوفوا كل الفيديوهات اللي فاتت دي، هنزلها لكم في صندوق الوصف، فهقول لكم وتفاصيل عن التيشيرت ده باذن الله. هعملها لكم كده فيديو لوحده عشان نتكلم فيها تفاصيل اكتر. انا بس كنت عايزه اقول لكم فكره افكار يعني، او الهاند ميد منظمين الحفلات بيشتغلوا ايه في رمضان. يا رب بس تكون المعلومه وصلت لكم، او اللي انا عايزه اقوله لكم وصل لكم، ما يكونش الفيديو كده معقد وانتوا حاسين ان مش فاهمين حاجه او انا بقول ايه. يا رب بس تكون المعلومة وصلت وخلاص. بس أشكركم لو انتوا لسه بتشوفوا لحد دلوقتي، وبشكر كل حد بيدعيلي وبيعلق لي
تنسونيش بس وانتوا كلكم بقيتوا منظمين حفلات كبار ما شاء الله عليكم، ما تنسونيش بالدعوة الحلوة والتعليق الجميل. بس شكرا.